هذا هو سبب رفض عز الدين أوناحي الانتقال إلى روسيا. في حين توصل أولمبيك مارسيليا وسبارتاك موسكو إلى اتفاق لانتقال عز الدين أوناحي 25 عاما، شارك في 30 مباراة وسجل 3 أهداف في جميع المسابقات مع باناثينايكوس هذا الموسم. رفض لاعب الوسط المغربي التوقيع مع نادي موسكو لسبب واضح، رغم الإعراءات المادية التي كان سبارتاك موسكو يضعها في راتب أوناحي لما يقارب 2.5 مليون أورو في العام الواحد. هو الوضع الجيوسياسي في البلاد الذي يعيق مستقبل اللاعب، بما في ذلك التغييب الرسمي للفريق على مستوى الواجهات الأوروبية، وعليه سينتظر أوناحي عروضا أخرى قبل أن يغادر مارسيليا هذا الصيف، سيما وناكلا من برايتون وأندية إسبانية وحتى باناثينايكوس الذي لا زال يأمل في الارتباط النهائي مع أوناحي في انتظار تخفيض سعر البيع 12 مليون أورو الذي يفرضه مارسيليا. الصحف الفرنسية تتغنى بالنجم المغربي أشرف حكيمي، ما قدمه النجم الكبير الأسد المغربي من أداء مذهل ومثير أيضا في مباراة أمس الأحد أمام نادي إنتر ميامي بنجمه الأسطوري ليونيل ميسي، جعل جل الوسائل الإعلامية الفرنسية منبهرة ومصدومة بالجهد الذي بذله الظهير الأيمن العالمي في هذه المباراة التي انتهت لصالح فريقه باريس سان جيرمان برباعية نظيفة سجل منها أشرف الهدف الرابع، والتي جرت برسم ثمن النهائي من منافسات مونديال الأندية المقامة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا الصدد قالت صحيفة ليكيب الشهيرة في تقريرها الخاص بالمباراة: لقد قدم من جديد الظهير الأيمن المغربي مباراة رائعة، خاصة على مستوى الهجوم، فبرغم تمريرته الخاطئة في الدقيقة الثانية من المباراة شهدت تدخلا ناجحا لأحد زملائه المدافعين، فقد سجل حكيمي هدفا في الوقت بدل الضائع بعد محاولة هجومية، كما كان قريبا من تسجيل هدف آخر نادرا ما واجه اختبارا دفاعيا مع استبداله في الدقيقة 70 وسط تصفيق حار.